عندي قبل كده داير اقوله باقي لي في حلقي قدر ما سكت ما قدرتها. في فنانة قاعدة هنا في الإمارات بتشرب تمام، فنانة كده مبالغة بتدعي المثالية. الفنانة دي طبعا ضعيف يعني، طبعا ما شفتها، وسبحان الله يا هبشه مش قاعدين في الامارات ده. انا لا شفت الفنانه دي، لا شفت الفنانه اللي بعدها، لا شفت الجونات، ما شفت اي حاجه. انا الوحيده اللي شفتها الاستاذه منى ماروكو في الامارات. يعني حتى مروه الدوليه دي جات هنا انا ما شفتها، وعش الجبل ما شفتها. شفتهم سلمت عليهم لكن بمايك ما شفتهم معلش. هالفنانه دي سبحان الله تدعي المثاليه. والفنانه دي قبل كده حي ما بقدر، ده برضه بخاف نمشي للبعده. المهم الفنانة دي بتدعي المثالية وانا ما عندي معي اي شيء ولا بربطني باي حاجة، عرفت، لكن بعرفها معرفة التليفون. الفنانة دي طبعا زولة كيفة 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 كيف مبالغة فيها، بتحب الكيف بصورة لا مبالغة. المهم الفنانة دي عندها علاقة مع واحد في السعودية تمام، مثبتين بعض بالسنين والدنين، مثبتين بعض. وطبعا الراجل مطلقة، الراجل ذاته اللي معاه مطلقة. يلا الفنانة قدام الناس وقدام الشو قدام كده نظام الأمور عادي، لكن كده قدام الناس الخاصين شديد عارفين إنه في طلاق، نظام محترمين بعضنا. الفنانة دي عندها علاقة مع واحد في السعودية بتحبه حب الجين، وهي صايتة الدنيا والعالمين. قامت عملت جابسي مع منو؟ عملت جابسي مع واحد فرع السي، وزول أخوي أنا بحبه حب مبالغة فيه، بيغني أغاني مع الفنانات حق طراب كده. تكونوا عرفتوا الفنان الزول منه. الولد دعت أخوي سمعت الجن وأنا بحبه حب مبالغة فيه. أنا ما عارفة محمد رحال عنده معاه مشكلة ولا لا، لكن هذا أخوي ده أنا ما برضى فيه. المهم الفنانة دي عندها علاقة مع واحد بتاع الراب عملت معه تشابسي، والفنان بتاع الراب ده سمعت الجن ما وراني. قام وراني واحد صاحبه قال لي لا ما وريتك، الفنانة جات من الإمارات دي جات السعودية عملت تشابسي مع أخوكي. وأخوي ده طبعا يا إخواننا سمح مرة عمل له كلاب مع فنانة، ولا عمل له شنو واحدة توفت الله يرحمها، تكونوا كده عرفتوه. المهم طبعا داك ما عنده مشكله، دار ياكل اكلته ودار يمشي، ما بحب يقعد. عداك كمان مع صغير وسمح ما بحب كلام يقعد سنين ودنين وكلام زي ده، دار ياكل ويمشي اهله بس، ده موضوع. المهم يا اخواننا الفنانه دي طبعا هي ما ماكله معاه جنبها، كل ما شفني معاه وتقوم تجي تتاوي، كل ما شفني معاه في قسط. هيا يا رب العلاقه دي الزوله دي مجنونه، ومصاحبه الزول ده يكون يا ربي فتاني ليه، يكون فتاني لا تشيل هم. كل ما اجي اطلع القسط القاهي تحت تتضمط عملت انضمام. وطبعا داك ما وراني نهائي، ما وراني. قمت يوم سالته قلت يا اخوي كده نشوف شنو في رمضان الناس قالوا عسى وعلى يمكن رمضان ده يقول لي الحقيقه. قلت سالته قلت له انت يا اخوي الفنانه دي في شيء كده كده كده؟ قال لي ابدا ما في اي حاجه. سبحان الله يا اخواننا، اول ما جاء الفطور احترف لي. فيا اخوان الدنيا دي ضيقه، حسي ده كله خلاني اطلع شنو اللايف ده واصحى من نومي كده والقى اللايف في وشي، خلاني انا اطلع اقول كلامي ده لانه اتكلمت في وحدي الماء، يعني الماء ولدتني، يعني امي عديل، امي بس ما ولدتني من بطنها. ما تذكري سيما، مستحيل اذكر سيما. طيب انت عارفه امك دي عندنا بس لا ما تلخبطني لو سمعتها، لانه قروش كملت. لا قروش كملت مع الاقسام ولا محاكم، عشان ما تقولي لا نهائي ما تخليني اتكلم براي. انا فترت من مشي الاحكام المحاكم، ما بقدر اجلس الجوالات ابقى يا يما هبش قاعده، هبش على قاعده مستمتعه كيف، لان انا قاعده تهبش، انا برمي نفسي تلخبطوني. المهم مشت اتكلمت في منو، في واحد كده امي عديل يعني امي بمعنى كلمه امي تمام. اتكلمت فيها ما خلت لها حاجه، لما نزرها في الجواله قالت ده ذكاء اصطناعي. شفتوا ناس الدنيا يعني الليله اللي اتكلمت فيها دي، اللي اتكلمت فيها دي لو كانت هي مربت رجال وكانت تبقى قويه تقول انا قلتها، كان يا يما بنتها والناس قالت ده ذكاء اصطناعي، انا بحبك زي عيوني وانا بريدك وانا لكن ده ذكاء اصطناعي. المهم يا اخواننا الفنانه دي حسي نكرت. انا ما يهمني، انا اللي بيهمني الفنانين، لا بيهمني الفنانه الطويله، لا بيهمني الفنانه القصيره، لا بيهمني الفنانه في دي، لا بيهمني ما بيهمني اي زول.
انا بس بيهمني بس امي دي اللي اتكلمت فيها دي. انت الهوا لما انضربك وتعال نسالك يا اختي، انت يعني حابه الولد بتسجلي له في مكالمه 3 سنين، وداك يا يما عفيت منه يا يما الفرع يا يما لعب الكوره الحسب الخساسه امانه يا يما ما لعب معاك دور. انا والله كان ممكن اردمه، لكن الموضوع بتاعه عجبني شديد لانه سلم الجواله لاي زول، مش ادى اي زول الدليفري حقه، اي زول طلب كنتاكي مشي يا هبشه اداه الدليفري في يده. حبيت سلم الجواله، سلم الجواله الطلب كده، سلم الطلب كده، سلم اي جواله. قال لها ايوه يعني انت كنت مسجله لي انا؟ قالت له واعي يتفايق طبعا. قال لها يلا تعال نوريك. طلع عنده تلفون كامل مسجل لها، تلفون كامل بس خدت لاهي 3 سنين بس. كل ما تيجي تقول الو بيمشي بيجيب التلفون ده بس تسجيل لاهي. يا اخي دي مغارس يا اخي، دي خساسه ما بعدها يا اخي تسجلي له للظروف وتمرقي له تبدي الجواله انت، وهو طلع مسجل لك لكن ما مرقه، هو شكله حرص وما خوان، وكله غلط في غلط. لكن انت سجلتي ومرقتي. انت يا بنت امي السياره دي اشرتها اليوم داك امانه دي معات وراء اي صح. انت يا يوم السياره سلتك تفكري في الفرع ده. الفرع ده ما ود درمان وانت بتمدني، ده ود درمان، ده ود مقرم مخرم طالع بهنا مارك بغادي. اللي بيخليك الهوا يضربك معاه شنو؟ ولما تسجلي له المكالمه انت ما تمنتي وليه تتكلمي معاه؟ انت ذاتك لا تؤتمني وهو لا يؤتمن، الاثنين الدوام لله. لكن الفكره جاتك من شنو؟ ده شغل الولايات يا اخوان، دائما شغل الولايات ما زي شغل الخرطوم. شغل الخرطوم ده بيختلف، ده ما ود الخرطوم وانت بنت الولايات مهما عملتي نفسك مفتحه ما بتلحقي هو، لانك انت دوشت دوشه غريبه يا اخ. يا رب يكون في شنو يا ربي في 2026 ده اللي خلاك الايام دي كده الدنيا تتقلب عليك. انت اصلا طبعا الموضوع ما حيشتغل بك كتير، لانك في النهايه شنو؟ في النهايه لانك شنو يعني ما خلاص يعني امورك طيبه وامورك باسطه وماشيه وكده. لكن الناس عرفت عندك خلفيه شينه خلاص، عرفت كده انت بتسجل المكالمات معناتها بتكبشري. وهو كمان في النهايه ولد برضه سبحان الله، يعني هو غايته الحاجه اللي عملها جات لي صالحه سبحان الله لانه زكى منه. اما انت خساسه وبلاده، انت سجلتي ومركتي في الاول، انت اللي بديتي، انت كشحت التراب الاول اللي نقوله لك كده. عرفت يا هبشه بس ردي لي لانه حتلخبطوني، وكان لخبطوني انا حامشي شو واصله فرح كده. فهمت يا هبشه؟ يعني هي سجلت وهو سجل، هي تسجيله مرقته، اي تسجيله مرقته، لكن هو التسجيل ما مرقه. هو تفاجأ لما لقى التسجيل ادته لفنانه واحده كده مغيوزه منها. انتوا عارفين هي مرقت التسجيل ليه؟ هي مرقت التسجيل الاول اللي صاحبه قالوا بعزه مبالغه فيها. صاحبه ده ما بيرضى فيه. قالت لي وين؟ تعال نوريك. طبعا صاحبه سمع نبذه باذانه، طبعا ما بيقدر تاني يقول حاجه، كان مستغرب. تاني مسكت الفنانه، لقت فنانه كده طويله، فنانة عاد صوتها زي الرعد. لقت فنانة صوتها زي الرعد، فنانة طيبة وفنانة كريمة. فنانة شدت ما طيبة وشدت ما كريمة ما بتشتغل بإنه ذاته أدوها كم في الغنى، ومفروض تشتري لها عربية ومفروض تعمل لها ذهب. يعني دي ما طموحة. الفنانة دي جت التانية دي والله العظيم شدت ما طيبة، ما طموحة زي عندها طموح زي الناس التانيين إنها تشيل قروش من الناس. ما بعرف أظنها يعني بتذكرني زي كأنها هي فنان كده الله يرحمه، ما بتاخد في بالها انها لازم تشيل من القروش دي وتشتري ثياب وتشتري عربيه وتشتري بيت. يعني دي ما طموحه. ممكن عادي تقعد مع اي زول في المنصه، ممكن عادي تمشي اي عريس في اي منطقه ودوها ليها، ما عندها مشكله. الفنانه دي زوله طيبه كده ماشيه كده زي ما بيقولوا، بس يعني بس ده تغني وفيها صوت ما طبيعي، صوت ما طبيعي وزراف ما طبيعي وسماحه ما طبيعيه. فسبحان الله بنيتها قالت لها تعالي انت ماشيه مع الزول ده، طبعا ما مغيوزه خايفه شنو تكون عملت معاه حركه، طبعا دي بيت قبايل طبعا. قالت لها كيف؟ قالت لها تعالي نوريك الحاصل شنو. قالت لها تعالي اسمع الجواله حقتك. طبعا داك زعل كده جوالتين تاني قالوا في جواله ثالثه. قال لها ايوه انت عامله نفسك كده مفتحه وعامله نفسك امورك باسطه، يلا بعد ده انا بعد شنو انا بوريك طفى النور منه. مسك طوالي سلم اي زول الدليفري بتاعه والطلب بتاعه والاوردر بتاعه، يلا وكشح الحل هنا. طبعا الناس كلها طبعا هاجت. طبعا امنا دي ما مسكينه لانها كانت معاها،
كانت معاه بحسن نية، أنا بحبك وأنا بريدك وأنا وطبلة طبلة طبلة مبالغة فيها. قدر ما أقول لكم الطبلة قدر شنو ما بيصدقوا. وانا من هذا المنبر عشان في الكبشره حوري يجي، انا من هنا بحيي حوري، حوري غطر لا يجي زول عشان اسمه في الكبشره يجي عيد تحت ده اسمه حوري عشان تاني حوري ما طيب يتكلم. يا غسالة، المهم ممكن اسالك سؤال؟ اها بس ما تسالني سؤال هل بوديني شالت المصاحف وحامت ولا ما شالت؟ والله السؤال ده انا ممكن اساله من حسي من اهل مكه زي ما بقولوا، اهل مكه ادري طيب حسي انا ممكن بساله من اوضح. شالت المصاحف ومشت لامك انا وقالت عارفاه لها قالت شنو، انا عارفاه قالت ده ذكاء اصطناعي. يا ربي ذكاء اصطناعي ده قالت في الصوت الفيديوهات حقي، قالت الصوت حقي لكن الكلام ما حقي. قالت ده ذكاء اصطناعي. الشير عارفه غايتي يا بتمدني لما قلت ده ذكاء اصطناعي، انا غايت ضحكت ضحك الجن. انا غايت ضحكت لما قلت ذكاء اصطناعي. عرفتي تردي؟ انا والله كان منك بصراحه انت اتحركتي كانت تقولوا لي يا اخواننا. انا والله قلت والسكران في ذمه الواعي كان على اللي قال الناس شنو ما حيقدر يقول لك حاجه. كنت تقولي قال ده ذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي يا عقر طبيعي تدعي المثاليه لانك كذابه 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 وطلعت كيفه كيفه كيف مبالغه فيه. يا اخي انت مبالغه يا اخي، يا اخي انت مبالغه يا اخي. انا وينه؟ بالمناسبة طبعا أنا طبعا ما شمتاني فيك يا حبيبتي، أنا زولة محدقاتية كانت شمالات التانية اللي قلتها لك، لكن كتفاصيل أمي دي والله خط أحمر بصراحة. أنا لو أمي دي ما برضى لأنك أنت واحدة من الناس تضرب في التليفون أنا عملت كده لبهروت تضربي لها الموضوع قرب طبعا أنا جاياكي كسرتي تاريخ شديد حبيبتي. لا انت مجبوره على شنو؟ انت ما اصلا من غيره بغيره، انت اصلا يعني امورك ماشيه في زاويه. تدعي النفاق ليه؟ بتكذب على الناس ليه؟ مسكسكاه ليه؟ تضربي لها تليفون ليه؟ تتلصقي فيه ليه؟ ده كله انت ما مجبوره عليه. موسى في دينه وعيسى في دينه، ما في زول عنده علاقه بالتاني، لكن ما في داعي شيء بيجبرك تدعي انك الحب والحنان. انا ما عارفه لحد حسي. بالنسبه يا نونا لازم اسمك يقبضوا برضه يجي في الكبشر ومحمد حيدر حامد اللي هو علي. طيب يا نونا 24 يا نونا عندك حاجه قبل يا حبيبتي ما ننزل؟ بس انا قبل كده كانت متشكسه ولد الثوره فنان. داك يا اخوان داك في زول بالحقه، داك بالحقه، داك قش زمانك، داك قش من زمان كانت جونه القوتي ود الثوره داك قش من زمان كانت جونه زمانك قبل ما تبقى لما كانت فنان قبل ما تبقى فنانه. داك زمان. هي انا ما قلت اسم هي انا ما قلت اسم الفنانه دي كبشره قاعده هدين كبشره بتليفوني الثاني. الفنانه دي مشت حاسه قاعده في السودان، قاعده في السودان، مشت من هنا الامارات مشت السعوديه ومن السعوديه مشت السودان. ماذا ده يجرجر في محاكم وغيره. يلا مع السلامه، يلا باي يا قول هنا، يلا باي بنون. ونرجع لموضوعنا. أفعى جابون العرمانة إيمان الشريف، ده الاسم اللي أنا سميته ليها. العاجبه عاجبه والما عاجبه شنو يجد من الله. غلط. أوكي يا حلوين، وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت ولا ما وصلت؟ أفعى الجابون. لو مو مصدقيني خشوا جوجل اكتبوا عن الأفعى وبتعرفوا الأفعى دي ما مدى إمكانياتها وفعايلها. تمام؟ عرفتوا؟ فهل الناس الجات متأخرة وما سمعت المكالمة؟ ممكن أسمع لكم المكالمة لحد ما أنا وقفتها. يعني أنا ما وراي حاجة. عرفتوا؟ أنا والله ما وراي حاجة بأمانة كده، أنا ما وراي حاجة. قاطع موضوع من الصباح، قلت لكم ماشي أعمل كوباية شاي، كبيت داسولي وجيت. ما أكذب عليكم، أنا زول واضح وصريح ولا بكذب والله العظيم. دارين تسمعوا التسجيلات والله العظيم اللي تكبسوا وتشيروا. تمام؟ تعالي يا ريما زرفعك ليه ما أرفعك؟ أرح أول حاجة كده كبسوا وصلوا اللايف ده 150 تكبيسة ونشغل لكم المكالمة. ورانا حاجة نحن نسمعك يا فراولة. دار تسمعي من فوق؟ تعالي يا فراولة انت ذاتك تسمعي من فوق. قلنا لكم أنا كمحمد الرحال الدولي ما بعرف أكذب نهائيا. أنا كذب ده ما عندي نهائيا. النبي أحكي، بحكي لك أنا وريتكم. أنا كذب ده ما بعرف. كذاب طوال يا محمد تجد كينا الله يرحمه. طبعا ماتت
ماتت عشان جدي جعفر الصياح أبى يمررها اليوم داك. عرفتها؟ راح وصلوا الله ده 150,000 تكبيسة. يا جماعة هل حوري ومحمد حيدر ونون 24 قاعدين؟ اكتبوا تم عشان اشغل التسجيل، اهم شيء قاعدين. الفرع على البرنسي يا جماعة. يا شباب هل محمد حيدر وهل حوري قطر الشيخ بتاع قطر قاعد ونون 24 قاعدين؟ طب انا وقفت لكم المكالمة دي في حتتها تمام عشان الناس اللي ما سمعتها. فانا بجد الحسي انه تلفوني ده مش علق، انا حاسس التلفون ده باقي تلفون ايمان الشريف. فانا حاقفل وحافتح طوالي. الناس اللي في القسط خليكم نايمين في صفحتي، والناس اللي في الكومنتات اللي ما عامل متابعة يعمل متابعة عشان يرجع اللايف، عشان ترجعوا اللايف. لانه بجد التلفون ده انا لو خليت تاني اللايف ده مستمر لدقيقتين انا ممكن اخسر صفحتي. فضلا وليس امرا اعملوا متابعات كلكم سريع عشان انا حاقفل وارجع افتح طوالي. الناس اللي في القسط سامعني ولا ما سامعني اكتبوا تم. وخد محمد الرحال، قوال محمد الرحال، الشيخ ايوتا، رماز، هبشه، خليكم قريبين. كومنتات خليكم قريبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثواني ونرجع لكم، ثواني بس.